اتفضلوا اتفضلوا، اتشرفنا بيكوا جدا. يا بنتي انتي ليه فتحت لهم؟ مش قلتلك ما تفتحيش لحد؟ طب احنا اصلا لسه ما ركبناش العين السحريه، فما عرفتش اشوف مين، فقلت افتح وخلاص. بس انتي ما كنتش ينفع تفتحي، انتي المفروض تعرفي مين هو. وبعدين باب شفاف يعني مبين. خلاص يعني ما كنتش مركزه قوي يعني. اه ما انتي دايما كده. هو في ايه بجد؟ اصل ما اعرفش في ايه. ما اعرفش عمال كده. ما اعرفش في ايه. طب وفيها ايه لو فتحت له؟ انا بقولك انتي ما تفتحيش لحد تاني. طيب ما هما اهلنا وفيهم لما عايزين يزورنا. طيب ما في خصوصية. طب ماشي، ما انا عارفة، ما احنا كويسين اهو. بجد انت مقفر. انت والله لو مقفر. لا انت اللي مقفرة على فكرة. انت ليه فتحت لهم اصلا؟ بقولك ايه، عدي الموضوع كده وخلاص وانسى، يلا نكمل المسلسل. يلا. ماشي. مسلسل يضحك قوي. بيني وبينك ما ينفعش اللي احنا كنا عملناه ده بصراحة، اصل كان لسه يعني هما مع بعض وكده، فلسه ما تعودوش مع بعض. ليه قابلناهم كده بعض كده وفاجئناهم؟ فده كنا المفروض اصلا نتصل من بدري، صح؟ مش انا قلتلك يا بنتي كنا نتصل بالاول؟ كنا لازم نتصل ونقول لهم بنفسنا كمان. يعني ليه نفاجئهم المفاجأة دي؟ المفروض كنا نقول لهم من الاول ان احنا جايين لهم، لان في خصوصية وفي حاجات كتير، فاحنا ما ينفعش نجيلهم مفاجأة، فاهماني؟ ما ينفعش اللي احنا عملناه ده، كان مش حلو ومش لطيف اللي احنا عملناه. كنا المفروض نتصل، وحتى لو مفاجأة ما ينفعش المفاجآت في الحاجات دي. مفاجآت لو هم خارجين مع بعض وكده نخرج ونعمل لهم مفاجأة، لكن في البيت ما ينفعش مفاجآت، لازم نعرفهم ان احنا جايين. ده الاصول والتربية. اللي احنا عملناه ده بصراحة ما كانش ينفع. كنا المفروض نتصل الاول ونستأذن عشان لسه في خصوصية و فمش لطيف اللي احنا عملناه ده الصراحة. مش لطيف تماما ومش حلو التصرف اللي احنا عملناه ده. ما ينفعش نروح ل... ما ينفعش نروح شقة بنت وولد، ما ينفعش. لازم كنا نستأذن منهم او نكلمهم ونعرفهم ان احنا جايين. ما ينفعش ان احنا كنا نفاجئهم. المفاجآت حلوة وكل حاجة، بس المفاجآت مش في دي ان انتوا ما هم مثلا خارجين فاعمل لهم مفاجأة ان احنا كمان رايحين ونقابلهم بالصدفة. فهمتوني قصدي؟ انا بديكوا درس بسيط والله، ان ما ينفعش ان احنا عملنا ده، وكناش ينفع نستعجل. كنا نقابلهم في يوم واحد تاني، وكمان لما عايزين نقابلهم لازم نقول لهم. دي شيء طبيعي، لازم نقول لهم ان احنا لازم نقابلهم، فهمتي؟ تصدقي طلع عندك حق. انتي بتنصح حلو يا ماما فعلا. احنا بجد يعني احنا استعجلنا قوي، استعجلنا جدا وقابلناهم صدفة، وكمان عملنا لهم مفاجأة وكانت مفاجأة مش حلوة. واكيد هم يعني في نص هدومهم بجد. الكسفة ما كانتش حلوة بصراحة. والله عندكم حق، احنا ندمانين جدا. طيب احنا لازم نتأسف لهم، نتصل ونتأسف، لان اللي احنا عملناه ده ما كانش كويس، ولسه يعني في خصوصية وكده، ولسه في حاجات برضو يعني. انا اتأسف لهم. الو، ازيك عاملة ايه؟ هو انا بس عايزة اتأسف لك والله. انا عارفة ان احنا فاجئناكوا وكده وجينا، احنا المفروض كنا نستأذن منكوا او نكلمكوا كده ان احنا جايين وكده. بجد انا متأسف لك جدا والله اللي انا عملته ده يا بنتي. صدقيني انا اسفة جدا. كلنا والله احنا اسفين والله.
مش هنكررها تاني، وهنعرفكم ونستأذن منكم عشان احنا اصول وتربية. والله احنا اللي عملناه ده ما ينفعش، واحنا بنتأسف من غلطنا، واحنا اسفين جدا جدا جدا. والله يا بنتي انا بتأسف لك من قلبي، وتأسفي من كل الناس. ما تزعليش مننا ابدا، وهنعرفك كل حاجة. واحنا اللي عملناه ده ما كانش لطيف بالنسبة لكم واتضايقتوا وما خدتوش راحتكم اللي احنا عملناه ده. وما تقلقيش مش هنكرره تاني، ولا هنعمله، وتعلمنا درس كبير. وما تقلقيش مش هنكرره تاني. عارفه ان احنا اللي عملناه ده مش حلو كده، بس مش هيتكرر تاني. وانا كمان نصحتك وكده، وانا اللي ندمانه وكلنا ندمانين، بس احنا اسفين جدا جدا بجد. اللي احنا عملناه ده ما كانش كويس، وبعلمكم درس كبير وما تعملوش كده تاني. لا يا ماما عادي، مفيش مشكله، واحنا مش زعلانين عادي، وقبلت اعتذارك وكده، واحنا مش زعلانين، وحتى يوسف مش زعلان ولا اي حد زعلان. فاحنا يعني كنا مبسوطين يعني بان احنا شفناك وكده. والله احنا مبسوطين وما نقصدش حاجة بجد. يعني انا بجد اسفة جدا والله، يعني بجد يعني احنا ما نقصدش اي حاجة، احنا مش زعلانين خالص، ويعني مبسوطين وفرحانين طبعا. حتى اسألي يوسف، احنا مبسوطين وفرحانين وعادي، والدنيا كويسة والله. والله بجد الدنيا كويسة واحنا مبسوطين. فاحنا مش زعلانين منكم خالص خالص. وعايزه اقولك ان احنا مش زعلانين خالص خالص، احنا مش زعلانين ابدا. ماشي يا حبيبتي، ما تكونيش زعلانه مني، والله احنا ما نقصدش، وكلنا متفقين مع بعض ان احنا مش هنعمل كده تاني. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. يلا بقى هشوفوا هتطلبوا ايه. تمام. ايه ده، في ايه؟ ها. خلاص خلاص. ايه في ايه اللي كان بيرن ده؟ هو ده منبه؟ ايه؟ لا، بتهزروا، عندي شغل النهارده. لا لا لا، ما تهزروش، انا النهارده عندي شغل. لا لا، بتهزروا، بتهزروا، مش معقول. لا عندي بجد. لا 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 لا. طب خلاص، ما انتي غلطتيني في ايه؟ يا بختك انت اجازة، انا لسه عندي. يا الله، يا الله، ربنا يهديكي يا ربي. لسه مغسل وشي. النهارده البس ايه يا ربي؟ انا مش عارفه النهارده البس ايه كمان. نقصت نفسي، الاوفيت ده بقى حلو جدا. يلا بقى هجهز شعري. اول حاجه هتنجز شعري الجهاز الويفي ده، عشان ده احلى جهاز. بصوا هيعمل في دقيقه ويفي زي ما انتوا شايفين. حول شعري الويفي وحلو قوي بجد. وهلبس النضاره دي. اوكي، بس اكون جهزت للشغلي، ومنساش اخد الشنطه بتاعتي. بس كده، يلا بقى هنزل الشغل. انا دلوقتي رايحه الشغل وكنت هنسى التليفون. يلا باي، هروح الشغل دلوقتي. مش هيك نفسك بقى طبيعي. يلا بقى. دلوقتي يلا طلع. اهلا وسهلا، حضرتك نورت. نورتي المكان، اهلا وسهلا. بنورك يا حبيبتي، انت نورتي اكتر.
اتفضلي يا حضرتك. لما اروح المكتب بتاعي. اهلا وسهلا بيك، انا لسه متوظف في الشركة دي جديد. آه، اهلا اهلا وسهلا، نورت الشركة. اسمك ايه بقى وكنت شغال قبل كده فين ولا كنت شغال؟ واحكي لنا حكايتك يعني. انا كنت شغال ما شغلتش في شركة قبل كده، دي اول شركة بالنسبة لي يعني. وانا حضرتك يعني انا خريجة كلية موسيقى وكده وجاية اقدم في الشركة دي. طيب كمل، كنت عايز تقدم في ايه؟ شركة ايه؟ كان حلمي قوي اقدم في الشركة دي والحمد لله اتقبلت وقدمت فيها ورحت عند المدير وكده وقبلني. فانا مبسوطة قوي ان انا اتقبلت في الشركة وكده ومبسوط جدا، مش قادرة اوصفلك فرحتي ان انا اتقبلت هنا في الشركة وكده، ومبسوطة قوي في قمة فرحي بجد. انا بعرف اعزف بيانو وبعرف اغني وبعرف اعمل حاجات كتيرة قوي، عندي مواهب من زمان وانا من صغري كنت بعرف لغاية دلوقتي يعني. انا متدرب كويس جدا يعني وكده. ما تقلقش، احنا موافقين عليك وانت هتبدأ بقى كل موهبتك من بكرة ان شاء الله. كل موهبتك بقى هتبدأها بكرة، حفلة بقى حلوة جدا وهتتبسط قوي في الحفلة. وما تقلقش الناس كلهم هيعجبوا شغلك. بس احنا بقى في الاول هنعمل لك بروفا وكده وتقول الكلام وكده وتغني وتعمل كل المواهب اللي انت عندك، ونعرف بقى هنشوف بقى هنوديك الحفلة ولا مش هنوديك. ماشي، فلازم نعمل لك بروفا وكذا ناس تقعد بقى وتقارن صوتك. ماشي. تمام حضرتك، يا رب بقى اوافق بكرة واروح الحفلة. انا بس قلقان شوية بس. ماشي، استاذن حضرتك. تمام اتفضل. لو سمحت اساعدك بحاجة، اجيبلك شاي او قهوة؟ لو سمحت، هو فين اللي شغالة هنا؟ المفروض هي تجيب لي قهوة والشاي والحاجات دي وهي اللي بتنظف وكده. حضرتك انت ليه بتسأل؟ المفروض هي اللي تسأل. ده مش ده مش شغلك اصلا ولا ايه اللي حصل؟ انا عارف وكده، بس معلش هجيبلك الشاي والقهوة عشان يعني الخدامة مش فاضية يعني، وانا البديل ليها يعني. المديرة قالت لي كده. تمام. عايزة قهوة بسكر. اتفضلي حضرتك. شكرا. ميرسي. تعبت نفسك والله. لا عادي. ده في الساحل الشمالي شهر عسل شكله حلو قوي. الله بجد، في شهرات عسل شكلها حلو قوي واماكن حلوه جدا. الله بجد، انا مبسوطه بيك. قالوا بقى انا لقيت لك حته شهر عسل انما فظيع. لا بجد اقول لك فظيع، عجبني قوي الشهر عسل ده بجد. نفسي اروحه في الساحل الشمالي. انا هحجز دلوقتي وقالوا الاسبوع اللي جاي يوم السبت. بجد يعني انا متحمسه قوي وعايزه اروح بجد. احنا اصلا ما رحناش ويعني في ايام كتيره وكده، واحاول اخد اجازه من الشغل ونروح. يعني فكره جميله جدا بصراحه وعجبتني قوي. والله ما تحجزي، دي فكره جامده جدا وحلوه كمان، واكيد انا موافق عليها اكيد عشان انا بجد في قمه حماسي. يا بنتي طب احجزي، طالما هو في الساحل انا بوافق على اي حاجه في الساحل. احنا بقى هنتبسط هناك. بس اقولك هو كام ايام يعني كام ايام وكده؟ ايام اهم حاجه يكون ايام كتيره عشان انا عايز ايام كتيره جدا. ايوه احجزي طبعا، ده احنا ما بنصدق يا بنتي. اكيد واخيرا احجزي قبل ما يتحجز عشان اليوم ده ما يتفوتش. وكام ده؟ بسعر رخيص جدا، 100,000. طب احجزي يا بنتي، لازم تحجزي بسرعة. طيب انا هحجزه ضروري ومتحمسة فعلا. يلا باي 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 عشان انا دلوقتي في الشركة.
عايزة دلوقتي باي باي. باي باي يا قلبي. يلا باي باي يا قلبي. لازم بقى احجزه بقى عشان حلوة اوي. اتكلم بقى مع الشركة. السلام عليكم، لو سمحتي هو ايوه بقى هيرو. تمام تمام خلاص انا موافقة. ويوم السبت كمان. تمام تمام تمام. شكرا اوي. اخيرا. محتاجة اي حاجة اعملها لك تاني؟ لا شكرا ربنا يخليك. تعبت نفسك اوي. شكرا جدا، القهوة مظبوطة وحلوة اوي. شكرا. العفو. لو محتاجة اي حاجة هعملها لك. لا شكرا كتر خيرك. ماشي دلوقتي كده. ده انا دلوقتي لازم ابدأ اجتماع عشان نعرف بقى الراجل الاستاذ اللي جه الجديد ده. لازم اتصل بالسكرتيرة. الو قولوا لهم هنعمل اجتماع دلوقتي حالا. ايوه عايزين نعرف بقى ونستفسر في الواد الجديد ده. عايزين نعرف بقى هو بيغني وبيعزف عنده مواهب. عايز اعرف المواهب اللي هو عنده ده. قولوا لهم عندنا اجتماع دلوقتي حالا حالا. كله يبقى جاهز. تمام حضرتك فورا وهقول لهم ان في اجتماع. حاضر هقول لهم فورا ان في اجتماع دلوقتي. لو سمحت في اجتماع دلوقتي. في اجتماع دلوقتي. اهلا وسهلا. في اجتماع. لو سمحت بقى ورينا بقى المواهب اللي عندك بقى. ورينا كلها. يلا بقى ورينا مواهبك دلوقتي. انا من كله هكفيكي. انا هفضل ادلع فيكي. عمري ما حبيت قبليكي ولا قبليكي. انا من كله هكفيك. انا هفضل ادلع فيكي. عمري ما حبيت قبليكي ولا قبليكي. انا ايه حلو. ايه قطة. انا ما تسكش انا واد لقطة. ايه حلو. ايه قطة تسرق قلب انا اجيب شرطة. ايه حلو. ايه قطة. انا ما تسكش انا واد لقطة. ايه حلو. ايه قطة تسرق قلب انا اجيب. مقولكيش في ده انا وقت الساعة من الجديد. مقولكيش في ده انا هو حلو. بس احنا عايزين بس في موضوع بس مهم احنا مع بعض. غيرك انت. تعالوا كلكم. غيرك انت. ايه شايفين صوته ايه يعني حلو ولا وحش؟ انا بصراحة حاسة صوته كده مش من نفس المستوى الحفلة اللي هو عايزها. يعني الحفلة دي ليها مستوى لصوت معين. مش يعني بيقول اغنية مش حلوة. اغنية شعبية. ايه شايفين ايه حلوة ولا وحش؟ واصلا هيشوفوا الحفلة دي حلوة ولا وحشة اصلا. فلازم احنا عايزين مستوى حلو للأغنية. يعني احنا عايزين مستوى حلو قوي. فما اعرفش بقى هو لايق ولا مش لايق. انتوا بقى شايفين ايه؟ صراحة هو صوته مش حلو خالص. يعني صوته مش لايق على مستوى الشركة بتاعتنا. مش لايق الصوت بتاعه على مستوى الشركة. يعني مش حلو خالص. انا بقول انا كمان يعني صوته مش مناسب للشركة اصلا ولا للحفلة ولا الشركة ولا الحفلة. احنا هنا مستوانا غير المستوى التاني. هنا مستوانا عالي قوي. ملناش في الاغاني دي بصراحة. فانتوا شايفين هنعمل ايه دلوقتي؟ انا خايفة برضو يزعل فما اعرفش اعمل ايه. بس غصب عننا هنرفضه. اصل احنا مش هندخل حد في الحفلة بصوته كده. اكيد يعني لازم نتصرف. تمام انا هتصرف. ايه حضرتك؟ بص بكرة. هو بكرة يعني لسه ما حددناش الصوت بتاعك. هنوافقك ولا مش هنوافق؟ هنشوف الحفلة هتوافق ولا مش هتوافق. لسه احنا مش عارفين اي حاجة. هنشوف الحفلة هتوافقك ولا مش هتوافقك. تمام. فما تقلقش انت مقبول يعني. تقلقش. تمام. اتفضل دلوقتي. ايه بقى؟